كثير من الناس وبالذات المصريين يطلبوا من الدولة المصرية إنها تتدخل، وإن إزاي المساعدات بتاعتنا ترجع نتيجة تهديد إسرائيل، وإحنا دولة ليها سيادة والمفروض نعمل ونعمل ونعمل ونعمل. عذرا في اللي هقوله، ولكن الحسابات السياسية تختلف. وفي النقطة اللي أنا فيها دي، بناء على إن أنا مؤيد إن إحنا لازم نساعد بكل حاجة نقدر عليها نساعد. إحنا لو قدرنا نرمي المساعدات دي نرميها بس بره المعبر الناحية التانية ونمشي من غير ما نتعرض لقصف أو ندخل في أي اشتباك، يا ريت نقدر نعمل كده. ولكن بناء على إن إحنا فاهمين إن إسرائيل بتعمل كده عشان تعمل الضربة القاضية لغزة وينفذوا صفقة القرن، وهدف اللي إحنا فيه ده تهجير الناس بالإجبار اللي هم بالمناسبة مش عايزين يسيبوا أرضهم. تمام. لسينا. فاحنا موقف الدولة المصرية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دلوقتي ان ارض سينا او ارض مصر خط احمر. فاحنا مؤيدين وبنساعد وتحت امر شعب فلسطين كله ان احنا نساعد بكل حاجة، ان احنا على استعداد ان احنا نروح نحارب معاهم هناك. ده عاطفيا، ولكن سياسيا أنا أؤيد الموقف الحالي للحكومة المصرية، ما بين استنفار أمني، ما بين تحذير إن محاولة تهجير الناس هتنسينا ال50 سنة اللي فاتوا ونرجع في حالة تاني عدوان مع إسرائيل. وفي هذه الحالة إحنا بنكون بندافع عن نفسنا وحقنا 100%، لكن خد بالك إحنا غير قادرين أو غير مستعدين أو نوع من العقلانية إن إحنا ما ندخلش بعسكري أو بطيارة واحدة نعدي بيها حدود معبر رفح. عشان خد بالك أمريكا حضرتك حاطة حاملة طائرات، يعني هي بتقول أنا مشاركة وداعمة، فأنت داخل تحارب أمريكا وإسرائيل. تمام. دي حاجة. تاني حاجة، انت المفروض تعمل اي خطوة تكون نتيجة موقف جماعي عربي، واللي ده مش حاصل لغاية دلوقتي. احنا حصل قمة عربية في السعودية اخرها بتطالب الاحتلال الاسرائيلي ان هو يخرج من غزة. اكتر من كده مواقف مفيش، مع اني شايف العرب في ايديهم كتير، في ايدك تعمل ضغط اقتصادي كبير جدا. دول الخليج اللي بتدي بترول للعالم كله في ايديها تضغط. العرب دول لو اتجمعوا بقى ليهم موقف حاسم واخدوا فيه قرارات وخدوا فيه شوية مساومات، نشوف قوتنا الجماعية ك 22 دولة عربية تعمل ايه، الموقف يتغير. فاحنا كمصر واخدين موقف صح، احنا عايزين نساعد بكل حاجة نقدر عليها، ولكن ما تحلش القضية على حساب تهجير واحتلال ارضنا. إذا كان هناك فكرة للتهجير، توجد صحراء النقب في إسرائيل. ممكن أوي يتم نقل الفلسطينيين حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم إذا شاءت. لكن نقلهم إلى مصر، العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات، وهي عملية فضفاضة، أو لسه ما خلصناش الإرهاب، لسه ما انتهناش من المهمة، وتتحمل مصر تبعات هذا الأمر، وتتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل، ونتحمل إحنا في مصر مسؤولية ذلك، ويبقى السلام اللي إحنا عملناه كله بيتلاشى بين إيدينا في إطار فكرة لتصفية القضية الفلسطينية. أنا قلت معالي المستشار مصر فيها 105 مليون، والرأي العام المصري والرأي العام العربي يتأثر بعضه ببعض. وإذا يعني استدعى الأمر إن أنا أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فستروا ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر. أنا بقول الكلام دوت عشان قبل الأمور لأن احنا شايفين إن عملية الحصار المطبق على القطاع، أنا آسف إن أنا أطلت معالي المستشار، ولكن دي قضية خطيرة، وعملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات إلى القطاع هو الهدف النهائي في النهاية، هو نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر. وهذا أمر نحن نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء.